إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الفضلاء، كان آخر ما تناوله الحديث في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي بيعة العقبة الثانية، ومكانة مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي كانت دارا خاملة لا يعرف لها في التاريخ ذكر. ثم لما من الله جل وعلا على أهلها بالإيمان ومتابعة خير الأنام عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، أصبحت هي أفضل منارة في ذلك الوقت، بل إلى يومنا هذا يدرس فيها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ويبث فيها الخير في أرجاء المعمورة، وهذا بفضل الله جل وعلا. وهذه البقعة المباركة هي ثاني بقعة في الفضيلة بعد مكة شرفها الله جل وعلا، وهذان البقعتان العظيمتان يأرز إليهما الإيمان، فيبقى الإيمان فيهما ما بقيت الدنيا، ولن يزول منهما الإيمان أبدا بخلاف سائر البقاع. والمسيح الدجال يطوف الدنيا كلها يتمكن من دخولها إلا هاتين البقعتين المشرفتين، الدار التي أنزل فيها الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام، والدار التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي مدينته، دولته التي أسسها عليه الصلاة والسلام، التي كانت نبراسا يحتذى به إلى يوم القيامة. أيها الأحبة الفضلاء، لماذا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة؟ لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال ما لقيه من أذى وصدود وإعراض من كفار قريش، ثم فرارا بدينه ودين أصحابه، ثم كذلك ما وجد من أرض خصبة للإيمان في بلاد يثرب من قبول الأوس والخزرج لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويثرب اسم المدينة القديم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تدعى يثرب بعد هديه، بعد أن بعثه الله جل وعلا وهاجر إليها، فيقال لها مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقال لها اليوم يثرب، كما صح الخبر عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طلائع المهاجرين الأول الذين بذلوا النفس والنفيس فرارا بدينهم ورغبة في رضا ربهم. انتبهوا يا عباد الله، في البخاري أن من أول هؤلاء كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وبلال وغيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
وعند أصحاب السير باتفاق بينهم كموسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما أن من أول من خرج إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرة أبو سلمة ابن عبد الأسد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جمعا بين هذين الأمرين: أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه زوج أم سلمة، كان قد هاجر إلى الحبشة، ولما اشتد عليه الأمر وعلم بأن المدينة أصبحت ممهدة لهجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليها فارا بإيمانه من الكفر والظلم، ولم يرد عند ذلك الاستقرار بها، إنما أراد المكوث في المدينة فرارا بدينه. أما مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه فخرج إلى المدينة مهاجرا تاركا كل شيء ليبقى له دينه، فكان معلما للناس، فهو من حيث الهجرة للبقاء في المدينة هذه هجرة مصعب بن عمير كما جاء في الصحيح، وخرج إليها معلما. وفي قصة هجرة أم سلمة مع زوجها عبرة، وإن كانت أسانيدها فيها شيء من المقال لكن تقال على سبيل العظة والعبرة. أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه زوج أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أم سلمة، خرج هو وزوجته وابنه الصغير، فعند ذلك قام أهل زوجته بمنعه أن يخرج بابنتهم، فأخذوا منه زوجته بالقوة. ثم جاء بنو عبد الأسد الذين هم أقارب أبو سلمة، فأخذوا الطفل منها، فأصبحت المرأة عند أهلها، والرجل خرج مهاجرا إلى المدينة، والطفل يا عباد الله عند أهل أبيه. تخيلوا أسرة، الزوج في مكان والطفل الصغير في مكان والمرأة عند أهلها. كل ذلك لماذا هذه الهجرة؟ ما الذي يريدونه يا عباد الله؟ زوجة تركت ابنها رغما عن أنفها، وتركت زوجها كذلك، وزوج لا حول له ولا قوة، كل ذلك حرصا منهم على دينهم وفرارا منهم بإيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فأصابهم من الأذى ما أصابهم، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي ذلك عظة وعبرة للذي لا يريد أن يهجر الفراش ليقوم إلى الصلاة، للذي لا يريد أن يصلي لربه جل وعلا، أو أن يترك الحرام ويهجره فرارا بدينه طمعا في جنة ربه وخوفا من عذابه. ومن ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج مهاجرا في 20 مستخفيا، ولم يثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج جهارا نهارا، وأنه نادى في سفح الوادي: من كان يريد أن تثكله أمه فليأتي إلي. لا، فعمر رضي الله عنه وأرضاه كسائر الصحابة خرجوا خفية خائفين متسللين. واتعد عمر رضي الله عنه وأرضاه مع هشام ابن وائل مع هشام بن العاص، وكذلك خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه متعدا مع صحابي وهو عياش رضي الله عنهم وأرضاهم. أما هشام فقد منعه قومه وفتنوه حتى لا يفر بدينه. أما عياش ابن أبي ربيعة فالذي حدث معه مع عمر رضي الله عنهم جميعا أنه لما هاجر مع عمر إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه قريش، ذهب إليه أبو جهل وهو أخوه لأمه وابن عمه مع كافر آخر، فقال له: إن أمك، هذا الكلام من أبي جهل الكذاب الكافر، إن أمك أبت أم تمتشط، وأنها لا تستظل، أي تبقى في الشمس حتى تموت، وقد حلفت أن تأتيها. فأراد عياش أن يبر قسم أمه، فحذره عمر، وعلم أن الأمر خدعة، أن هذا أمر دبره أبو جهل، لكن عياش أخذته العاطفة وميله لأمه، فحاول معه عمر مرة بعد مرة لئلا يعود إلى مكة. وانتبهوا يا عباد الله، فقال له عمر:
ماذا تريد؟ قال له أمي. قال أمك إن, إن, إن أثر عليه القمل وإن أصابها ستمتشط، وإن آذتها الشمس فستستظل. قال مالي؟ قال أعطيك نصف مالي. عمر رضي الله عنه وارضاه من حرصه على أخيه، أخوه الذي أحبه في الله. وهكذا الأخوة الإيمانية، الخوف على إخوانك المسلمين وعدم أذيتهم بأي سبب كان. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عياش أخذته العاطفة، فعند ذلك نصه عمر وأعطاه ناقته، الناقة التي يملكها عمر. قال أما إذا أبيت. وعمر رضي الله عنه وارضاه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ملهم، أي أنه محدث. وهذه خاصة لعمر رضي الله عنه وارضاه ومن على شاكلته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر. فقال له: إن أبيت فهذه ناقة النجباء ذلول، فإن رابك من القوم أمر، أي شعرت بريبة، فاركب هذه الناقة وأهرب منهم يعني على عجل. وأعطاه ناقته. فعند ذلك في أثناء الطريق وأبو جهل وصاحبه قال لعياش بن أبي ربيعة: إن ناقتي قد استغلظت علي. هذه خدعة كما انتبه لذلك عمر، فأريد أن أستبدل معك ما أركب. فاستبدل. فعند ذلك قام إليه فوثب إليه فربطاه، ثم أدخلاه مكة وفتناه. فافتتن هشام وافتتن هذا الصحابي الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، ما الذي حدث يا عباد الله؟ عند ذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: إن الذي يرتد على عقبه بعد أن هداه الله للإيمان لن يقبل الله له توبة. فهؤلاء قد فتنوا فلن يقبل الله جل وعلا توبتهم. هكذا ظنوا حتى نزل قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. عند ذلك كتبها عمر رضي الله عنه وارضاه وبعث بها إلى مكة إلى هشام. فأخذ هشام رضي الله عنه وارضاه ينظر فيها مرة بعد مرة عند ذي طوى، حتى فهمها بعد أن سأل الله أن يفهمه إياها. ثم ركب على ظهر بعيره ورجع إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك فعل عياش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في طول هذه المدة يدعو لهما أن ينجيهما الله جل وعلا من كفار قريش، وقد نجاهما الله سبحانه وتعالى، ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين مؤمنين. وفي هذا يا عباد الله أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، وأنه مهما ارتكب من ذنوب ففضل الله جل وعلا ومغفرته أوسع من الذنوب كلها، ورحمة ربك واسعة، فعليك أن تتوب يا عبد الله. فالله جل وعلا يقبل توبة الكفار ويقبل توبة من ارتد إذا تاب إلى الله جل وعلا وحسنت توبته قبل أن يبلغ أمره إلى ولي الأمر يا عباد الله. فربنا قال في شأن الذين دعوا لله ولدا قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وفي ذلك عظة. وانظر إلى الصحابي الآخر الذي هو صهيب رضي الله عنه وارضاه، ماذا فعل في هجرته وهو من طلائع المهاجرين الأول أيضا. صهيب رضي الله عنه وارضاه أراد الفرار بدينه من مكة، فقام إليه فتة من قريش بالليل فمنعوه من الخروج. ثم ماذا فعل؟ ادعى أن بطنه تؤلمه حتى يفلت منهم، ولكنهم أصروا فحاول التسلل فتبعوه. قال: أرأيتم إن أعطيتكم كذا وكذا من الذهب؟ قالوا: نتركك.
فذهب إليهم، وعند أسكفة بابه أي عتبة بابه قال احفروا هنا، وفحروا فوجدوا مالا كثيرا من الذهب، فترك كل ماله، ترك جميع تركته ليخلوا سبيله، وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرارا بدينه. فإلى الذين يبخلون بأموالهم، وإلى الذين يقدمون أعمالهم على فريضة الفجر في الجماعة، وإلى الذين يمنعون الزكاة، وإلى هؤلاء وأمثالهم. انظر إلى هذا الصحابي، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول ربح صهيب. النبي ماذا يقول؟ يقول ربح صهيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأي ربح بعد أن تنال رضا الله يا عبد الله؟ فانتبه أيها المسلم وتأسى بهؤلاء الرجال الذين مدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهم الأسوة والقدوة. رزقني الله وإياكم التأسي بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا محبة أصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام، والاهتداء بهديهم والسير على دربهم. اللهم تولى أمورنا، واغفر ذنوبنا، وفرج كروبنا، وأصلح فساد قلوبنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وسع أرزاقنا، واشف أمراضنا، واشف أمراضنا، وفرج كروبنا، وفرج كروبنا. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان، وفرج كرب المسلمين في فلسطين. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بأعداء دينك الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.